طبختنا لليوم شيخ المحشي. شوفوا ما شاء الله كيف طالعة معنا. بالبداية عندي 1.5 كيلو من الكوسة محفورة ومنظفة. للحشوة على مقلاية ساخنة بنزل ب300 غرام من اللحمة الناعمة، وبنفردها شوي هيك حتى تصير بهذا اللون. بعدين بنزل ملعقة سمنة كبيرة، أي نوع سمنة انتو بتفضلوها، وبحركن شوي. وهلأ منضيف أي نوع مكسرات، أنا ضفت لوز أبيض، فيكن تستبدلوه بالصنوبر. بنحركن شوي، ما منطول عليهم حتى ما تنحرق. منضيف رشة ملح ورشة من الفلفل الأسود ومنحرك. ونتركها حتى تبرد. وهلأ على زيت حامي ننزل بالكوسة 3 دقايق لكل وجه. شوفوا كيف صارت عندي. نقلبها شوي، ما بنتركها كتير حتى ما تحترق. ما بتاخد وقت معكم. شوفوا ما شاء الله. ونصفيها منيح من الزيت. نجي على الحشوة. طبعا الحشوة عنا باردة، نحشيها كلها. أنا بفضل إليها بعدين نحشيها كرمال اللحمة تحافظ على طراوتها. ومنغطيها بلب الكوسة، وهيك حشينا الكمية كلها. ونجي على الخطوة الأهم اللي هي اللبن. عندي كيلو لبن زبادي، بننزل بالمصفاة نحركها شوي شوي كرمال ما تنزل تكتلات معنا. هي الخطوة كتير مهم انه ننخلط. وعندي كاسة حليب باردة وملعقتين من النشا كبار كمان بننزلن على المصفاة ومنحرك. طبعا الغاز ما شاغل عندي. بنحرك اللبن والحليب سوا منيح على البارد. شوفوا القوام ما شاء الله. هلا على نار وسط بنبلش نحرك بنفس الاتجاه، ما بنحرك بالاتجاهين كرمال ما يفرط اللبن معنا. نحرك بسرعة وسط، سرعة وسط، ما بنحرك بسرعة. هيك اللبن بلش يغلي عندي. شوفوا ما شاء الله. وهلأ بننزل بالكوسة. ننزل بالكمية كلها وبنتركها تغلي مع اللبن 5 أو 10 دقايق. عملناها بخطوات سريعة وبسيطة.
وهيك صارت جاهزة. منقدم جنبها رز بالشعيرية أو رز أبيض حسب انتو ما بتحبوا. طبعا قلينا علوشة، لوز أو أي مكسرات انتو بتفضلوه. وهيك كان فطورنا لليوم. إذا عجبكم الفيديو لا تنسونا باللايك والاشتراك. صحتين وهنا.